ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انتوا مع قناتكم اسرار المطبخ مع سمسمة. النهارده هنقدم فيديو جديد، هنعمل مع بعض طريقة عمل البكاكين او البكاكين. طريقة جميلة جدا وعش بيبقى طعمه حلو قوي للاولاد. المقادير: ده كيلو دقيق منخول وعليه معلقة ملح صغيرة، نص كيلو لبن رايب، ونص كوباية سمنة على زيت، وثلاث معالق قشطة اللي هو وش اللبن، وثلاث معالق لبن بودرة، ومعلقة صغيرة خالص بيكنج باودر، ومعلقة كبيرة خميرة، ومعلقة كبيرة سكر. دلوقتي هنضيف الخميرة والسكر والبيكنج باودر على الدقيق. هنضيف معلقة خل على الدقيق. يعني هنضيف المواد الجافة في الأول، وبعد كده هنضيف المواد اللي احنا قلناها كلها، هنخلطها كده في الدقيق. الأول هنبسهم، ضفنا الزبدة، هنبسهم دلوقتي بإيدينا، وهنخلي اللبن الرايب في الآخر اللي هنعجن بيه. نضيف اللبن الرايب اللي احنا قلنا عليه. انا عجنتها يا حبايبي بالشكل ده، تبقى معاكم عجينه لينه وناعمه زي كده. وانا خدت معايا نص كيلو رايب، وعلى حسب نوع الدقيق، وممكن تعجنيها بلبن لو ما عندكيش رايب، بس الرايب بيخليها طريه اكتر. احنا دلوقتي هنغطيها وهنرجع لما تختمر نرجع نشكلها مع بعض. دلوقتي العجينه خمرت معانا، وهنبتدي دلوقتي نشكلها. جبنا صينيه ورشيناها دقيق، وهنقطع عليها دلوقتي، والحجم اللي انت عايزاه طبعا. نكورها كده. دلوقتي احنا قطعناهم بالشكل ده، وهنغطيهم وهنولع الفرن علشان تبقى سخنة، وهنبتدي بأول واحدة نفردها. نخلي سمكها سنتي، منزودش عن كده، ونحطها على مناديل ورق عشان لما بتخمر مش هتقدري ترفعيها متتبهدلش منك. نحط منديل ورق زي كده ونحطه عليه. دلوقتي يا حبايبي بعد ما خمر بالمنظر ده، انا ولعت الفرن على 200 وسخنت الصواني. لازم تسخنيها الاول في الفرن وتطلعيها. ودلوقتي هنحط العيش. انا قلت لكم على المناديل الورق علشان لما تيجي تقلبيه ما تتعبش فيه. دلوقتي انا هحطه في الفرن، ولو انت الفرن بتاعتك تولعي الشوايه مع الفرن ماشي، لو مش هينفع بعد ما يستوي من تحت يبقى ولعي الشوايه من فوق، هو ما ياخدش الا ربع ساعه. اول ما يطلع من الفرن نمشي عليه بالفرشه كده بالميه عشان وشه يلمع، وبعد كده نغطيه عشان ما ينشفش. ادي يا حبايبي منظر البكاكين بعد ما احنا سويناه. على فكره طعمه خطير، لما تجربوها تحبوه.
وسهل جدا ومش مكلف ولا حاجة. طري طري، شايفين؟ حلو خالص. حلو للأطفال في المدارس. أتمنى يا حبايبي إن الفيديو النهاردة يعجبكم وتستفادوا منه، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد. أشوفكم بألف خير، مع السلامة.